هنتكلم النهاردة عن القديس العظيم الأنبا كلوج الأسقف. شفيع قوي جدا وبيعمل معجزات وآيات كتير. شفاعته وصلواته تكون معانا. والفنان بشوي منير هو اللي حول جمجمة القديس دي لبورتريه أو صورة حقيقية جميلة زي ما انتم شايفين كده. قديسنا كلوج ده من شهداء أنصنة. جسده اكتشفوه من فترة قريبة، ووقتها ظهر لواحد من الخدام وحكى له سيرته وقال له إنه مرتاح في الكنيسة جدا وهيكون في آيات كتير من جسده الأيام اللي جاية. هو أسقف أثيوبي اشتاق للشهادة في أنصنة على يد الوالي أريانوس، وتعذيباته كانت شديدة جدا. من ضمنها كان الجلد بالسياط والعصر بالهنبازين والربط بحبل وسحله على أرض صخرية لحد ما جسده اتقطع خالص، وبعدين رموه في السجن وحاولوا يغروه بامرأة خاطية جوه السجن عشان تفسد عفته، لكنه رشم عليها علامة الصليب. فوقتها حست بمغص صعب قوي في بطنها وطلبت منه ان هو يصللها، فراح صللها واتشافت في الحال وأمنت بالسيد المسيح، وخرجت جري من عنده وجريت على الوالي، وقفت قدامه وقالت أنا مسيحية واستشهدت. مرة تانية حاولوا يغروه بواحدة أشر منها، فراح رشم عليها الصليب فأصيبت بصرع، وكانت بتصرخ متوسلة إن هو يصللها، فصللها واتشافت وتابت بدموع ونالت إكليل الشهادة برضه. وقتها الوالي أريانوس زهق فراح رماه في بير عميق جدا كان مليان جثث ريحتها وحشة جدا وكان ضلمة. ووقت ما كانوا بيعذبوه كان بيشجع كل الناس اللي شافوه على الإيمان بالسيد المسيح، فراح آمن عدد كبير جدا منهم واستشهدوا كلهم. وفي الآخر خالص راحوا قطعوا راسه يوم 25 هطور، وأمر الوالي أريانوس بحرق جسده، وجسده موجود بالكامل في كنيسة الشهيد مريمين العجايبي والبابا كيرلس السادس ببني مزار. بركة صلوات وشفاعة القديس كلوج تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس كلوج ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويطلبوا شفاعته. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.